بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، نتحدث اليوم عن المنتخب الوطني الجزائري ومواجهة التي ستنطلق إن شاء الله في سبتمبر، تصفيات كأس العالم، وبعد ذلك كأس إفريقيا التي ستقام بالمغرب. آخر أخبار بخصوص المنتخب الوطني ومباراة المرتقبة ضد أوغندا. كان هناك محاولة من الكاف لعب مباراة في أوغندا. بعد ما نعرف جيدا عندما يتعلق الأمر بالمنتخب الوطني الجزائري فهناك تشويش حول المنتخب الوطني. فعندما أوغندا تستقبل منتخبات تلعب خارج أوغندا، وعندما تريد المنتخب الوطني الجاي يلعب فيشاركونه فيربطونه اللعب في المنتخب البلد الذي سنواجهه. أخبار كانت تقول بأن أوغندا ستواجه المنتخب الوطني في كوت ديفوار، الملعب الذي ما حدث في كأس إفريقيا الأخيرة، عندما لم نفوز في أي مباراة على أي نادي، على أي منتخب عفوا. آخر أخبار ورسمي وحصريا بعد خروج المنتخب غينيا في صحيفته الرسمية الاتحادية غانديب بأننا غينيا سيواجه المنتخب الوطني الجزائري في المغرب، وهذا تحسبا لكأس تصفيات كأس العالم. هذا خبر جيد وهذا خبر ممتاز، حتى اللاعبين ياخذوا نظرة عن الملاعب في المغرب والطقس، وحول المشاركة إن شاء الله في كأس إفريقيا بالمغرب. هذه ما سيستفيد عصفورين بحجر واحد. عندما نلعب مباراة تصفية كأس العالم بالمغرب، ثم ننتظر شهر أو شهرين سنلعب في كأس إفريقيا. من هنا اللاعبون يأخذون نظرة عن الملاعب المغربية والأجواء المغربية والطقس المغربي. أحوال طقس مثل الجزائر مثل المغرب أكيد، ولكن حتى اللاعبين يتعودوا عن ذلك. هذا خبر جيد. وأعلنت أوغندا أنها ستواجه المنتخب الوطني الجزائري في المغرب، وبعد ذلك سنواجه المنتخب الصومالي وهو في ترتيب الأخير. نحتاج إلى الفوز من أجل الفوز على أوغندا، وبعد كده نفوز على الصومال من أجل وبعد كده سنواجه أوغندا. نحتاج تعادل واحد من أجل التأهل إلى كأس العالم 2026 الذي ستقام بأمريكا. هذا هو الخبر اليوم. نتمنى من المشاهدين الكرام أن الفيديو ينال إعجابكم، فلا تنسوا الاشتراك في القناة. وآخر أخبار ستكون بحول المنتخب الوطني، وسننتظر إن شاء الله تصفيات كأس إفريقيا المحلية بقيادة مجيد بوقرة الذي ستنطلق إن شاء الله في أوت، وسنشاهد ونتابع المنتخب الوطني الجزائري بكثافة إن شاء الله. ونتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري في المحلي، وهل هو الذي سيشارك بقيادة مجيد بوقرة بعد عاد مجيد بوقرة إلى العارضة الفنية بقيادة جمال مصباح وكريم مطمور إلى المنتخب الوطني بقيادة المنتخب الوطني الجزائري. لما لا التتويج بكأس إفريقيا المحلية وإعطاء جرعة التنفس للمنتخب الوطني الأول من أجل التتويج بالكحلوشة كأس إفريقيا التي ستقام بالمغرب. وهذا ما نتمناه ونرجو من الله أن يحقق لنا آمالنا برؤية المنتخب الوطني الجزائري يعلق النجمة الثالثة، ونفرح بالصعود إلى كأس العالم والمشاركة مع منتخبات عالمية، حتى نبرهن بأن عندنا لاعبين ذو جودة عالية ممتازة، ونستحق أن نشارك ومقارعة أندية منتخبات كبيرة في كأس إفريقيا وكأس العالم، ولن نرى التتويج إن شاء الله في كأس إفريقيا بالمغرب إن شاء الله. والسلام عليكم.